يا جماعه بمناسبه ان في ترند طالع على كشري التحرير في حوار عامل النظافه اللي جه وحصل مشكله والقصه دي كلها، والراجل راح في حته ثانيه خالص وبقى يطلع في لقاءات وفين فلوسي وفين بتاع. انا عايز فلوسي يا باشا على ممكن. فكل الناس الحمد لله ما شاء الله دعمت الراجل ده. انا النهارده بقى جاي ادعم كشري التحرير وبقول لك ايه، ادخل شوف احنا جايين ندعم. ينفع حضرتك تطلع بره؟ حبيبي والله العظيم. طيب احنا يا باشا احنا نشكل بقى اللي انت عايزه. هو في مفيش طاجن في كشري التحرير؟ كشري التحرير بيتميز ان هو تخصص كشري بس. طيب يا باشا احنا عايزين 3 كشري و3 رز بلبن وبس، هو مفيش حاجه ثانيه. انا عايز وبيبسي دايت. انا عايز رز بلبن ومش عايز كشري. طيب انا هاخد كشري ورز بلبن عادي وهدوق المهلبيه منك وبقى بيبسي الدايت، ويلا بينا بقى ننزل بقى. بص بقى يا جماعه احنا ما نزلناش غير دقه والاطباق فاضيه. بس انا كنت عايز احكي الموضوع ده بصراحه. هو اول ما حصل الحوار دوت انا من الناس اللي كنت متعاطف وقعدت اصبر بس شويه اشوف كده هل الموضوع ده فعلا حقيقي ولا. بعد كده لقيت حته الاستغلال شويه، في حته اللي هو لا انت كده ممكن يعني تكون انت بتستغل اللي حصل في اتجاهات تانية خالص. ففجاه تلاقي تمثيل مع اغنيه مع ايه، الحاجات دي مالهاش علاقه ببعض يا باشا. انت والله حضرتك انا لو شفته لا بس هو انا لا متحامل عليه ولا بتاع. انا جيت عادي بصراحه زي ما انت ركبت الترند يابا نركب عليك الترند برضه. ترند ايه؟ وبصراحه انا مستفز لدرجه ان انا كنت عامل شير لبوست على الاكونت بتاعي الشخصي اللي هو انا عايز اعزم الراجل اللي طرد الراجل بتاعي. فمعلش يا جماعه اعذروني، انا اسف، انا مش بعمل حاجه، انا بهزر على الموضوع لان هو الموضوع كده راح في حته ثانيه خالص غير الموضوع الانسانيه يعني. الراجل اتصور معايا كفايه دقيقه واحده. نزل بقى الاكل بجد. احنا بدأنا يا جماعه واحنا مش منزلين غير هو طبق كشري، ويلا بينا بقى نبدأ كده ونشوف هل هو طعمه جامد ولا ايه. حطيت نص كميه الصوص. سمحت انا قايل لك ممنوع التصوير هنا. ممنوع ليه حضرتك؟ عادي لا انا يا فندم التصوير هنا انا قلت لحضرتك طالما طالب اوردر احنا قفلنا الساعه 10:30. يا باشا طب ما انا طالب اوردر واخده في الطبق بتاعنا. عايزك قلت لك ممنوع التصوير هنا. اقول لك على حاجه، بطل هبل يا كريم. تمام، وانت مش عايز تيجي تركب الترند على حسابي. تمام، هتركب الترند همثل هتمثل وهتغني مع ابن شعبان عبد الرحيم وممكن نطردك من ماكدونالدز كمان. اقعد يا ريس. تعالى يا باشا اقعد يا باشا. اركب الترنج. ترند ايه؟ لا يا باشا بص يا محمد قال لك مش فاضي والله عندي بكره هطرد بكره من ماكدونالدز. طردت من كنتاكي وعادي صحيح. يعني. طب ما انا كنت ليه الناس ما عملتش معايا كده؟ هو انا مش كنت اتطردت من كنتاكي ايام ما كنت فود ريفيور صغنن والناس كلها قالت لك حميده اتطرد من كنتاكي وبقى اي حد يشوفني يقول لي شفت بقى انا فاكر لما انا بتفرج عليك من ايام ما اتطردت من كنتاكي. هنعمل ريشير للبوست دلوقتي. بس واخدنا الموضوع بصنعه لطافه وصورنا بره واكلنا وشربنا. عجبك الرز بلبن؟ دي مقفوله ولا ايه؟ دي بتتفتح. يحيى كشري التحرير. ناخد شويه يحيى كشري التحرير، انا بموت في كشري التحرير. ناخد بقى شويه شطه كده برضو. هو انا اللي طلبته هو طبق كشري ومصطفى مش قادر ياكل عشان احنا لسه مخلصين ريفيو اصلا. فتعالى بقى ندوق ونشوف هل هو يستحق اللي الدنيا اتقلبت عليه ولا دي كانت دعايه سلبيه جابت معاه ايجابي، لان احنا جينا لقينا المكان اصلا كومبلي يعني. والله هو كشري زي اي كشري يعني فاهم. يعني الاونيون كريسبي. البصل متكسر قوي والله طعمه لذيذ يعني. يعني مش من الفانز بتوع الكشري قوي بس حلو. بس اكيد انا مش جاي اعمله عشان اقيمه يعني باين. كده هتدي الكشري كام من 10؟ والله اديه 8 من 10 عشان حوار الترنج. ممكن اديه 9 من 10. لا هو 8 من 10 حلو عليه. ايه رايك في المهلبيه؟ لذيذه؟ انا بحب السكريات. الرز بلبن انا حاسه صايص شويه. انا ممكن ادوق المهلبيه. حلوه وخفيفه ولذيذه. احنا جينا النهارده عشان ندعم كشري التحرير. ايوه. وكان نفسي الاقي المدير اللي طرده عشان اعزمه عندي. تمام. وبقول لك ايه، اقفل بقى يا مصطفى.